في نظركم شكون ورا الانفجارات اللي وقعت في السمارة الليلة السبت صباح الحد 29 أكتوبر 2023؟ بلادنا تقاست 4 ديال الانفجارات في مدينة السمارة الجنوبية اللي مجاورة مع العيون. الساكنة فاقت على فاجعة اللي مشى ضحيتها ولد جاي غير عطلة من فرنسا باش يشوف العائلة ديالو، و3 ديال الناس مازال حالتهم حرجة. من بعد ما سمعوا الساكنة الصوت ديال هذه الفاجعة، الصحافة اللي مزروبة في كل شيء بلا ما يعرفوا السباب بداو كيطلقوا لايفات وكيقولوا للناس مدينة السمارة تعرضت لانفجار بسبب قنينات غاز اللي ادت لفقدان ولد و3 ديال الناس. هاد الاخبار بدات كتضيع ووليت اللي تلاقيتي معاه كيقول لي واش شفتي البوطات اللي تفرقعوا في السمارة؟ واش من نيتكم 4 ديال البوطات تفرقعوا في دقة واحدة؟ زعما متفقين بيناتهم. السلطات المغربية فتحت التحقيق باش تعرف اشنو طرا وشكون السبب وراء هاد الفاجعة اللي خلات السكان ديال الجنوب والمغاربة بلا نعاس. المناطق اللي تقاسوا في السمارة هما حي لازاب، حي السلام والحي الصناعي. الحمد لله كاين شي بلايص الخسائر المادية اكثر من الخسائر البشرية. بالنسبة للحكومة المغربية ما جاش من عندها شي رد وما جاش من عندها شي موقف في هذا الخصوص. هذا دليل الحكمة ديالها باش تقلب على المصدر ويكون الخبر عندها صحيح. هادشي علاش كلفات جهات مختصة بالاخص المخابرات المغربية باش تاكد من مصدر هذا الانفجار، وقبل ما يجي الاعتراف من هذا المصدر العديد من المغاربة اللي عرفوا باللي القضية ديال البوطات ديال الغاز ما عندها لا اساس لا راس كانوا كيوجهوا اصابع الاتهام للدولة الوهمية اللي اصلا ما عندهاش وجود، الا وهي جبهة البوليزاريو، الشعب اللي داروه بغرض سياسي محض اللي تبنى الفكر المتطرف وقال لك اسيدي اختاروا العالم الفلسطيني الحبيب كشعار للدويله ديالو، وزادوا عليه نجمه باش يديروا شويه ديال الاختلاف. نهار 1 في شهر 11 2023 تاكد باللي الاصابع اللي توجهت لجبهه البوليزاريو صحيح، حيت اعترفوا هاد الناس بالمسؤوليات ديالهم وراح هذا الاستهداف للمناطق الصحراويه بالاخص لمدينه السماره. وهنا تاكد لينا باللي ما كاين لا بوطات ديال الغاز لا والو، هادو متفجرات ضربوا وسط المدينه ودخلوا الرعب لخوتنا في الجنوب. الاعلام ديال هاد الدويله الصغيره اللي ما عندها لا اساس لا راس ما عندها حتى شي وجود كل نهار كينشر شي خبر اللي ما صحيحش، والمشكل انه ضروري ما كيكون كيتعلق بالمغاربه. هادشي كيبين اننا واحلين اليوم. وقبل بسيمانه من هاد الواقعه كانوا ديما كيلوحوا اخبار اللي مزيفه بحال تم قصف الاقاليم الصحراويه المغربيه، تم الدخول على المروك او شي حاجه من هذا القبيل. ما عرفتش ان المروك كيدويو عليه، واش شي زنقه عندهم في هذيك المخيمات مسمينها المروك، الله اعلم. هاد الناس نساو الحدث ديال اكتوبر 2022 اللي وقع في الكركارات بامر ملكي تامنات المنطقه في رمشه عين. هذا دليل على اننا دوله حكيمه لا في اتخاذ القرارات لا في السياسه مع الدول، بالاخص مع الناس اللي ما كيحملوناش. كيفاش بغيتيهم يحملوك وانت واخد شرف تنظيم ديال اكبر تظاهره عالميه اللي كتمناها اي دوله وما تعطاش لواحد القوم اللي اصلا ما كيحملوش فينا الشعر؟ هذا الشيء كيبين اننا غاديين في الطريق الصحيح، بالاخص ملي كيبانوا الاديان في طريقنا. عزاؤنا واحد، والله يصبر العائله ديال الولد المغربي اللي توفى، والله يشافي الناس اللي معطوبين سواء في المغرب او في الدوله الشقيقه فلسطين. الكلمه الاولى والاخرى اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا. في نظركم شكون اللي مدعم هذا المرتزق؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.